السلام عليكم. آه طبعا ده قواعد انجليزي جت في مسابقة التربية والتعليم، لغير التخصص، يعني مش التخصص انجليزي، لان طبعا احنا عارفين ان كل التخصصات هتمتحن عربي وانجليزي ومعلومات عامة وكده يعني. فانا جمعت لكم القواعد اللي الناس قالت ان هي جت. مع العلم خليكوا عارفين ان معظم الامتحان في اللغة الانجليزية كان جاي كلمات، عشان كده تسريبات في الانجليزي بالذات ما كانتش كتيرة، لان كان معظمه كان معتمد على الكلمات مش على القواعد. فالقواعد دي اللي افتكر حاجة قال ان القاعدة دي جت. فيلا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معانا قاعدة while و as و just as. التلاتة دول بيجي بعدهم ماضي مستمر، والناحية التانية ماضي بسيط. القاعدة اللي بعد كده نون اوف دي، اللي هي ولا حاجة فيهم، يعني بيقولك محدش فينا اكل السمك. يعني خدوا بالكوا ان محدش فينا، قصدي جمع، بس مع ذلك جت eats. الاس دي بتعود على المفرد، يعني eats دي مفرد، لان احنا عارفين ان احنا بنزود اس او اي اس مع المفرد، مع الهي والشي والات. طب ازاي هي از ومحطوط اس في الايت في الايتس؟ علشان نون اوف بيجي بعدها مفرد، فلو جت الفعل eat ما ينفعش نكتب eat، فلازم تبقى eats. بعد كده الان والان والات الفرق بينهم. بعد كده able to، قاعدة able to الناس كلها قالت انها جت، فانا جبتها لكم. اول حاجة could was أو were و able to بيجي بعدها إثبات. couldn't wasn't able to بيجي بعدها نفي. الإلزام اللي هي الماست والهاز تو والهاف تو. الماست والهاز تو بتيجي مع الهي والشي والإت لأنها مفرد، والهاف تو بتيجي مع الوي والزي واليو لأن الهاف طبعا جمع. طيب ساعات بقى بيطلب النفي منها، فبلاقي ناس بتكتب hasn't أو haven't، اللي هي hasn't to زائد he وشي وإت، أو haven't to زائد we وزي ويو. ده غلط. النفي بتاع must هي mustn't، والنفي بتاع has to doesn't has to، والنفي بتاع have to don't have to. ده في الإلزام، خدوا بالكم منه، اللي هو اهو mustn't don't have to و doesn't has to. ده الإلزام النفي. وهنعلمها ازاي لو جت has to أو have to، مش has بس يعني. يبقى دي احنا كده في الإلزام. جت كمان قاعدة also اللي هي على الرغم من، ودي بيجي بعدها جملة كاملة. وإن spite of أو despite الاتنين على الرغم من، بس بيجي بعدهم اسم أو ing. البيفور والباي تايم بيجي بعدها ماضي بسيط والناحية التانية ماضي تام. الافتر والاس soon as ماضي تام وبعدها ماضي بسيط. والتل والانتل بعدها ماضي تام وقبلها ماضي بسيط منفي. so as to و in order to بيجي بعدهم مصدر. because of و thanks to بيجي بعدها اسم أو ing. as well as و in addition to بيجي بعدها الverb ing. الساينس والفور برضو الفرق بينهم. والات والان والان الفرق بينهم طبعا الات بتيجي مع الساعة مثلا والوقت، الان مع ايام الاسبوع، الان مع الشهور وفصول سنة. الاه والان، خدوا بالكم الاه ما بتجيش مع الجمع، يعني ما ينفعش اقول ات تويز العاب، لا لازم تبقى مفرد ات توي لعبة. الان ما تنفعش برضو مع حاجة جمع، وكمان ما تنفعش مع حاجة اللي ما ينفعش اعدها، يعني مثلا ما اعرفش اعد المية فما ينفعش اقول ان ووتر، لازم اقول ووتر. بس ينفع اقول ان ان ابل مثلا، دي بتنفع تتعدي يبقى ان ابل. النقطة اللي بعد كده هي قاعدة ساينس وفور. عندنا ساينس بيجي بعدها ماضي بسيط والناحية التانية مضارع تام،
وعندنا science دي يعني بتيجي ازاي؟ لو هي جت في اخر الجملة مثلا فعايز يقولك كام يوم، كام ساعة، كام سنة. لكن الفور for 2 years for 2 months لازم يحدد الرقم. for 2 weeks يعني اسبوعين لازم يحدد الرقم. يعني مثلا for لمدة اسبوعين. انا رايح مثلا مسافر اسبوع، قدامي اسبوعين، قدامي 6 سنين كده، يعني لازم يحدد رقم. اما الساينس كام ساعة ما بيحددش الرقم. عندنا قاعدة اف القاعدة الأولى أو هما 3 مراحل. القاعدة الأولى مضارع بسيط مستقبل. القاعدة التانية ماضي بسيط would زائد المصدر. القاعدة التالتة had زائد التصريف التالت اللي هي ماضي التام مع زائد would have زائد التصريف التالت. طبعا أنا بعتذر منكم لو معرفش اوصل المعلومة قوي، لان انا مش تخصص انجليزي. فدي الحاجات اللي هم طلعوا قالوا ان هي جت في القواعد، ولكن اغلب الامتحان في الانجليزي كان جاي معتمد على الكلمات مش القواعد.